سلام البنات، نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. دائما مع وصفات مطبخ مع عبد الرحمن. اليوم جبت لكم وصفة جد رائعة يا البنات، قمة في البنة. الطمينة، شكون اللي ما يعرفش الطمينة وشكون اللي ما يحبهاش؟ كامل نحبوها. جبتها لكم بطريقة سهلة جدا، بإمكان أي وحدة تجربها وأكيد راح تنال رضاها. وضفت لها يا البنات واحد المكون اللي راح يخليها طرية، ولو قعدت أسبوع كامل راح تقعد على نفس القوام البنات. ما تنسونيش بالجيم والبارطاج بين الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده ويستفادوا كامل. بسم الله، نبداو على بركه الله في المقادير وطريقه التحضير. في البدايه يا البنات نحكم كونتيتي تاع السميد متوسط، الشيشه تكون متوسطه خاصه بالطمينات. كي تروحي تجي تقولي له اعطيني الشيشه تاع الطمينه راح يعطي لك. والله يا البنات تحكموا الكيس تاعكم تاع السميد تاع 25 كيلوغرام اللي تشريوه هكذاك. نحي منه شويه سميد، غرب ليه بالغرباله رطب خلاص، رقيق خلاص، وصفيه. راح تخرج لكم من الفوق، من تحت راح يجي سميد رطب، ومن الفوق راح يتصفى وتكون الشيشه متوسطه. هذيك الشيشه زيدي غرب ليها ونحي لها الخشين خلاص. في البدايه فوريها قبل، ديري بابي ابزوربون والله كاشي كتان هكا تاع كتان في البدايه في القاع تاع الكسكاس، وفرغي السميد تاعك وخليه حتى تشمي فيه ريحه الفوار حتى يفور مليح وتشمي ريحه الفوار. ومن بعد برديه حطيه على القصعه وبرديه، ومن بعد حمصيه بكونتيتي قليله، يعني كمشه بزوج او بكاس بزوج كيسان حمصي على نار قليله جدا حتى تكملي الكميه. لازم تحمصيه مليح البنات، ماشي حتى يتحرق وما تخليهش بيض، ما يجيش بنين. كي يتحمص مليح يكون بنين البنات. ونخليه يبرد كما راكم تشوفوا. انا حطيته في هذا السنيوه تاع الانوكس، ونروحوا مع بعض للسوائل او للخليط راح نخلط به الطمينه تاعنا. عندي كاس ماغارين البنات، انا درت ماغارين ديما، ذوبتها وكيلت فيها كاس ماغارين. لاحظوا واللي قعد لي من الكاس او من 250 غرام قلبته للباطه للعلبه، وراح نكيل كاس اخر من العسل. كما راكم تشوفوا الماغارين ذوبتها مليح، يعني ماشي حتى نغلات البنات، فقط ذابت وسخنت شويه. فرغتها في الطاس تاع الميكسور تاع البغا ميكسور، ودركا كيلت كاس تاع العسل. كما راكم تشوفوا راني نكيل قدامكم باش تشوفوا المصداقيه والكيله مضبوطه يا البنات. هنا نحاول نفرغ كميه العسل كامل. البنات بالنسبه للعسل راح نسخنه فقط، مانيش راح نغليه، فقط يسخن ويطلق روحه ونحيه. على خاطر البنات اذا خليتوه يغلي راح الطمينه تاعكم راح تجيكم يابسه. حذر يا البنات، فقط تسخنوه قليل جدا، فقط يطلق روحه نحيوه اجبدوه وخلطوه للخليط تاع الماغارين. وعندي ايضا حلوة الترك حوالي ملعقة كبيرة او 50 غرام، يعني ماشي كمية كبيرة، فقط باش تزيد لنا البنة. ونحاول نميكسيه مليح كما راكم تشوفوا. وهنا البنات السر اللي قلت لكم عليه هو نصف كاس ماء. البنات رانا درت فيه نفس الكاس اللي درت فيه الماغارين والعسل، ما بغيتش نبدل كاس اخر، بنفس الكاس اللي راني نخدم. حطيت الماء تاعي يسخن، حطيت الخليط في البول كما راكم تشوفوا، الخليط اللي ميكسيتو كامل يعني 3 مكونات. حطيت الماغارين والعسل وحطيت حلوة الترك، حطيت عليهم رشة كما شفتوا تاع قرفة، واللي حابة تتكثر تكثر، انا حبيت ندير فقط كمية قليلة. ولاحظوا معايا راني درت 2 كيسان بنفس الكاس البنات اللي كيلت به، 2 كيسان من الشيشه المحمصه كما شفتوا معايا. وعندي يا البنات حوالي 6 أو 7 حبات لوز، ونفس الكميه تاع الجوز، رحيتهم مع بعض وخلطتهم، ودرت كاس ماشي معمر من الجلجلان محمص مليح البنات. واللي حابه تطحنوه كما تحب، انا فقط خليته هكذاك على جال الغزغزه هذيك تاع الجلجلان وتخرج منه البنه. المهم هو لازم كاس كامل، ولكن انا عندي فقط كاس ماشي معمر ناقص صبع، معليش احيو فيه بالغرض. بلا ما تنساو البنات رشة الملح، انا ضفتها ولكن ما ذكرتهاش. المهم ما تنساوش رشة الملح. ونبدا نخلط كما راكم تشوفوا
الخليط كان ثقيل شوي، ولكن راني نضيف له في الماء راهو سخون يغلي، راني نضيف بشوي. لاحظوا معايا البنات، هنا راني مازال ما ضفتش الماء. بعد ما درت 2 كيسان من الدشيشه المحمصه، راني ضفت حوالي 3 ملاعق كبار. ولاحظوا يا البنات، هنا راح نضيف الماء، لاحظوا معايا، نضيفها بكميات قليله ونخلط. لاحظوا القوام البنات، هنا راح نجريه شويه ونخليه حوالي 5 دقائق يتشرب مليح وتتنفخ حبة الدشيشة. هكذا البنات بهذه الطريقة اللي عندهم الكولا أو المعدة أكيد ما راهمش يحسوا بها أبدا، ياكلوها دون يعني بلا ما يتسطروا ولا أوجاع ولا غازات ولا. علاش البنات؟ قولوا لي علاش؟ لأنه في البداية فورناها، يعني نفخناها شوية وزدنا حمصناها مليح، ومن بعد ضفنا لها الماء، يعني أنا زدنا نفخناها للمرة ثانية، يعني في المعدة تاعنا أو في الاستوما ماهيش راح تنفخ. نغطي عليها ونخليها تحكم روحها شوية، وبعد نفرخها في صحن التقديم ونقول لكم زينوها كما تحبوا، وشهية طيبة للجميع. البنات حبيت نقول لكم اللي حبوا يسمنوا يقدروا يديروا كيما هذه التقنطة أو الطمينة ولا، ويكثروا لها المكسرات، وفي عوض يديروا المارغرين يديروا الزبدة يا البنات. الزبدة أكيد راح تسمنهم خير من المارغرين. ويكثروا المكسرات البنات، عوض يديروا كمية قليلة من اللوز والجوز يقدروا يديروا حتى كاس لوز مرحي، كاس جوز مرحي، وكاس جلجلان مرحي أو يكون حب، ومن الأحسن يكون مرحي عليها البنات، لأنه يا البنات كل ما كانت حاجة مطحونة مليح كل ما سهلت على الأمعاء الامتصاص، يعني تكون على الأمعاء سهلة الامتصاص، ما تعبش يعني الكولون والمعدة. المهم البنات كما قلت لكم، ديروا المكسرات من الداخل وزيدوا زينوا بها من برا، وكلوها مع الصباح. هذو اللي حبوا يسمنوا، والبنات ما ديروش مجهود عضلي كبير، يعني كما نقولوا ديروا فقط العمل اليومي تاعكم، ما ديروش جهد كبير باش السعيرات الحراريه ما تحرقوهاش كامل. ما تقدروا تزيدوا تتناولوها العشيه او في السهره في الليل قبل ما ترقدوا، تاكلوها مع التيزانه ولا تاكلوها وحدها، هكذا راح تزيد لكم في السعيرات الحراريه وما تكونش راح تحرقوا الدهون وكل شيء، وترقدوا وان شاء الله تنفعكم وتلقاو عليها نتيجه. اما اللي عندهم زياده في الوزن ما ننصحكمش بها، فقط كلوا 2 ملاعق 3 إلى 4 ملاعق وخلاص، يعني نحيو السخفه برك وخلاص، ما كان لا تكثروا منها. واللي حبتها اللي يعني تاخذ سعرات حراريه مع الصباح وتحرق الدهون، يعني ما عليها غير تاكلها مع الصباح مع التاي يا البنات. اذا لحقتوا يا البنات لهذه المرحله ديروا لي جام. والان ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام.